السلام عليكم. للأسف الشديد الإعجاز العلمي يمكن أن يعد مثالا على النوايا الحسنة التي تنتهي بنتائج سيئة جدا. بدأ الأمر والهدف واضح، جعل الناس يؤمنون بكتاب الله أكثر، وانتشر الأمر وراج حتى صار له دعاته المتخصصون، فصاروا يبحثون عن المزيد من المواد التي يقدمونها لجمهور متعطش المزيد. مع الوقت تضخمت مواد الإعجاز العلمي ولم يعد ممكنا ضبط ما يقال وما ينشر. صار هناك مؤتمرات ومؤسسات وموسوعات ودورات الإعجاز العلمي، بل صار هناك معاهد متخصصة في تخريج طلاب الإعجاز العلمي. وكانت فكرة الإعجاز العلمي بسيطة وهدفها واضح وتعتمد على خطوات متسلسلة. أولا، هذه المعلومة العلمية عرفت مؤخرا في القرن العشرين مثلا. ثانيا، هذه المعلومة موجودة في القرآن. ثالثا، القرآن نزل قبل 1400 سنة. رابعا، إذا القرآن من الله. الأجيال التي كبرت في التسعينات وما بعد نشأ جزء كبير منها وقد بني الإيمان عندها على ما قدمه الإعجاز العلمي. ثم جاء الإنترنت، صار البحث أسهل والتدقيق أسهل. ثم جاءت مواقع التواصل الاجتماعي، صار انتقال المعلومة أسهل. وإذا بهذا الجيل يصدم بأن الكثير مما قيل له أيام الإعجاز العلمي لم يكن دقيقا، بل وبأن البعض منه كان بلا أساس. ولأن إيمانهم بني على هذه المعلومات فإن زوالها أدى إلى انهيار الإيمان كله. وطبعا لم يكن ذلك دون تغيرات كبيرة أصفت بالمجتمعات، لكن النتيجة النهائية أن أخطاء الإعجاز العلمي قادت إلى إلحاد هؤلاء، أو على الأقل هذا ما يقولونه. شخصيا كنت معجبا بواحدة من معجزات الإعجاز العلمي، معجزة صغيرة وليست كبيرة جدا، نسيت أصلا من قالها أو كتبها، ولكنها بقيت في بالي وكنت في الخامسة أو السادسة عشر. كانت عن آية والأرض بعد ذلك دحاها. وكانت المعجزة تقول أن دحية في لغة العرب تعني بيضة، وهذا يعني أن الآية تقول أن الأرض بيضاوية الشكل، وهذا أدق وأكمل من أن يقال كروية. كيف عرف عليه الصلاة والسلام ذلك لولا أن الوحي أخبره بذلك؟ سبحان الله والحمد لله. هيا نصلي الفرض في المسجد. كبرت بعدها قليلا لأعرف أن كلمة دحية لا تعني بيضة، وأن دحاها تعني بسطها، وأن أقرب معنى يربط بين الفعل دحى والبيضة هو أن الدحية هي المكان الذي تضع فيه النعامة بيضها في الرمال. ثم كبرت أكثر لأعرف أن ذلك لم يكن له داعي أصلا، فكروية الأرض يمكن استنتاجها ببساطة من آيات أخرى دون تزييف، كما أن المسلمين عموما كانوا مقرين بكروية الأرض، بل وأن ابن تيمية في القرن الثامن الهجري قال بوجود إجماع على ذلك. بالنسبة لي كان الأمر بلا دراما أو نتائج جانبية، ربما لأن إيماني لم يبنى على هذه المعجزة أو لأسباب أخرى. لكن هناك جيل بني إيمانه على هذا النمط من المعجزات ودفع ثمنا أكبر. فلنأخذ أمثلة الإعجاز العلمي السائرة التي انتهت نهايات مؤسفة. مثلا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. التأمل والتبحر في التفاصيل الوظيفية لأي مخلوق سواء كان بعوضة أو فيل أو وحيد القرن عمل يمكن أن ينتهي بسبحان الله، لأن روعة الخلق تتجلى في كل المخلوقات، ولا إعجاز علمي في كم سن أو كم قلب أو كم عين أو كم قرن استشعار تملك أو لا تملك البعوضة، لأن القرآن لم يتحدث عن هذا. لكن نأتي على فما فوقها. جاء دعاة الإعجاز ليعلنوا اكتشاف وجود كائن يعيش فوق البعوضة، وطبعا لأن البعوضة نفسها تكاد لا ترى، فإن هذا الكائن لا يرى بطبيعة الحال، واعتبر هذا بالتأكيد نصرا للإعجاز العلمي. لكن تفاصيل الموضوع للأسف ستكشف عن عدم دقة الأمر. هناك فعلا كائن طفيلي يشبه العثة مايت، وهو يعيش بعدد كبير فوق البعوضة وفوق غيرها من المخلوقات، ليس البعوض استثناء في هذا، كما أنه لا يعيش فوق البعوضة بالضرورة، بل يلتصق بها أو على جناحيها أو على جسمها. الملحدون لا يتعاملون مع هذا الخطأ بموضوعية، بل سيقولون لا يوجد شيء فوق البعوضة بحسم ودون تفصيل. وللأسف لا يوجد تدقيق كبير لا في معلومة ما فوق البعوضة ولا في لا يوجد شيء فوق البعوضة. أما كان من الأفضل أن لا ندخل في هذه المتاهة ونأخذ المعنى الواضح البسيط من الآية إن الله يضرب الأمثال مهما كبرت أو صغرت. مثال آخر النملة والزجاج عندنا في آية سورة النمل: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم
سليمان وجنوده. بدأ الأمر بالسؤال: لماذا استخدم القرآن لفظ يحطمنكم وليس يقتلكم أو أي تعبير آخر؟ ثم جاء من يقول إن هيكل النملة قليل المرونة مثله مثل الزجاج، وهذا ليس دقيقا بالضبط، ولكن نعم بعض أجزاء النمل تكون قليلة المرونة ولا علاقة للزجاج بالأمر. ثم يتطور الأمر فيكتب مجهول على الإنترنت أن العالم الفرنسي نابليون بونابرت قد اكتشف أن جسم النملة مصنوع من زجاج، والقرآن استخدم اللفظة لأن الأمر كما مع الزجاج. ويا سبحان الله، ينتشر الأمر على أنه من معجزات الإعجاز العلمي، وينقل الكل من الكل دون تدقيق على الإطلاق. ثم يأتي الملحدون ليتعاملوا مع النتيجة النهائية، فيقولون أن العلم ينفي تماما وجود أي صلة بين النمل والزجاج، والقرآن الكريم لم يقل ذلك أصلا، لكن أولئك الذين تقوى إيمانهم بهذه المعلومة سيجدون أنفسهم في وضع حرج. وجاء الإعجاز العددي ليزيد المشاكل. الناس تقول سبحان الله دون تدقيق لأنها لم تتعود على التدقيق على من يتحدث في الدين. يقول أصحاب الإعجاز العددي أن كلمات متقابلة في القرآن مثل الموت والحياة، الدنيا والآخرة، السيئات والصالحات تكررت بنفس العدد لكل زوج منهما. فمثلا يقولون الحياة تكررت 145 مرة والموت تكرر 145 مرة، بينما في الحقيقة الحياة تكررت 63 مرة والموت 34. يقولون الصالحات تكررت 167 مرة والسيئات تكررت 167 مرة، بينما في الحقيقة الصالحات تكررت 60 والسيئات 133. يقولون الدنيا تكررت 115 وكذلك الآخرة، بينما الحقيقة الدنيا تكررت 111 مرة والآخرة 88 مرة. النتيجة التي يهدف لها جماعة الإعجاز العددي هو أن قرآنا بهذه الدقة والتوازن لا يمكن أن يكون من تأليف رجل أمي عاش في القرن السابع الميلادي، ولا حتى من تأليف رجل غير أمي عاش في ذلك الوقت. عظيم، هدف نبيل، وسيزيد إيمان كثيرين بناء على هذا. لكنهم عندما يكتشفون لاحقا أنك أخطأت فيما قدمته من معلومات، حتى لا أقول كذبت، فإنك عمليا أوصلت الرسالة المعاكسة لهم، المعاكسة بالضبط. طبعا ربما يمتلك من يتداول هذه الأرقام تفسيرا لهذا، ربما حسبوا المشتقات أو الكلمات المقاربة وكانت النتيجة صحيحة، لكنهم لم يقولوا هذا. ويعامل ذكر القرآن للنحل والعسل وفوائده على أنه معجزة، رغم أن كل الحضارات القديمة كانت تعرف فوائد العسل وتستخدمه للتشافي. كذلك تعامل الحجامة على أنها معجزة، رغم أنها علاج كان معروفا في ذلك الوقت، وليس هناك دراسة علمية تثبت أنه ينفع في علاج قائمة الأمراض الطويلة التي يدعون أن الحجامة تعالجها. القصص مثل هذه كثيرة. مكة مركز الكون أو اليابسة، النظرية النسبية موجودة قبل 1400 سنة في القرآن. غلبت الروم في أدنى الأرض، لكن لا دليل على أن المعركة قد جرت في هذا المكان على ساحل البحر الميت. السماء محروسة بالشهب ولا يمكن إطلاق الصواريخ إلا من أماكن معينة. وكالة ناسا تقول أنها وجدت ما يدل على انشقاق القمر. بلورات الماء تتغير عندما تسمع القرآن الكريم. الثقوب السوداء هي الجوار الكنس. الخنزير محرم بسبب وجود نوع معين من الديدان التي تسبب أمراضا خطيرة، رغم أن الديدان ذاتها تتوفر في الأبقار. العدد الذري للحديد هو 26، ولو حسبنا البسملة آية فإن آية أنزلنا الحديد سيصبح رقمها 26 أيضا. وتسلسل سورة الحديد في القرآن هو 57، والوزن الذري للحديد هو 57 تقريبا، في الحقيقة هو تقريبا 56. لكن لو حذفنا سورة الفاتحة فسيكون تسلسل سورة الحديد مطابقا للوزن الذري للحديد. لما كل هذا؟ لما كل هذا؟ كيف وصلنا إلى هنا؟ هل الهدف هنا هو زيادة إيمان الناس أم الحصول على الإعجاب الآني من الجمهور ولا يهم ما يحدث بعدها؟ هل ما يحدث هو خطأ غير مقصود أم هو متعمد؟ هل المعلومات الخاطئة هنا هي مفبركة عن سبق قصد وإصرار لغرض حصاد الإعجاب، أم أن أحدهم أخطأ بالنقل للشيخ الفلاني ولم يدقق؟ كل الكلام السابق لا يقصد شخصا بعينه من المتحدثين في الإعجاز العلمي، فالفكرة ليست مرتبطة بالشيخ أو الدكتور الفلاني. هذه ظاهرة منتشرة وقد أدت بالكثير من الشباب إلى الإلحاد والتلهي عن هذا الأمر بالدفاع عن مقام المشايخ الذين ربما أصيبوا من الكلام السابق. أمر هزلي جدا. لا يصح أيضا أن نقول أنها أخطاء وزلات وهفوات، عفوا، هذا هو المنهج المعتمد لدى كثيرين وليس مجرد خطأ لا يمكن لبشر أن ينجو منه. هذا هو المنهج الذي يتحدث عن الإعجاز، ولكنه عمليا يعبر عن العجز. وجود توافقات بين ما يقوله القرآن وما يقوله العلم هو أمر طبيعي، خاصة أن لغة القرآن تحتمل توسع المعاني وتحتوي التطور العلمي. لكن هذا شيء آخر غير فكرة الإعجاز. فكرة الإعجاز تتضمن بالتعريف نوعا من التحدي، تقود بالتدريج إلى محاولة تركيب المعاني لتتوافق مع الاكتشاف العلمي. فكرة
أن لدينا الأمر منذ 1400 سنة. لكن هل سألنا لماذا إذا انتظرنا 1400 سنة لكي يجعلنا الغربيون نقرأ قرآننا على نحو أفضل؟ هناك فعلا إلحاد نتج عن إعجاز علمي بدأ بنية حسنة. النيات الحسنة لا تصلح المنهج العاطل.